حلو. حلو، شيء مبشر بالخير. بس هلا هو العمل في طابع كوميدي استاذ، لكن كانه هون رايحين باتجاه الكوميديا اكثر. لا لا بالعكس، هو يعني شخصيتين تقريبا هي خط الكوميديا بالمسلسل، لكن باقي ما تبقى يعني بالعكس. هلا حنشوف الجزء الثاني في مأساوية بالعمل يعني، خاصة بخط راما اللي هي عم تلعب، وخط لؤي ومعتصم النهار وحازم زيدان، دول خطوطهم كلها حتروح باتجاه دراما كتير، اللي هي بالنهاية بتلاقي خط مع الكوميديا، بالنهاية بتلتقي بمكان هي والكوميديا يعني حتى تولد المبكي المضحك يعني. تماما. حتى المشكلة اللي بتصير مثلا في واحدة من بين الأبطال بيصيبها شلل يعني بلقاء رصاصة بتتقوص، فأنا من هذا المنطلق عامل حلقة فيما بعد قمة بالكوميديا من شلل لهي البنت، كيف بدهم يجيبوا مصاري لحتى يعملوا لها هي العملية. نعم. بصيروا يروحوا يشتغلوا بكل شيء بالحياة، شو ما بيخلوا، بيشحدوا على الجامع، بيعملوا، بيتنكروا، بيعملوا مسرحيات، بيعملوا 100 قصة وقصة. فحاولت يعني من هي التراجيديا والدراما المفرطة لأنها تطلع حدث ظريف هيك ممكن يضحك العالم. وقت اللي بتكتب، وخاصة انه انت هذا العمل الشخصية فيه يعني بتكتب، بتكون انت المحور، بتغزل حولك الشخصيات وبتختار شخصيتك بعناية، ولا هي الشغلة ولا هي دور المخرج؟ هي الشغلة كثير صعبة. لا لا، مو المخرج ما بيكون أثناء كتابة الورق، المخرج ممكن يجي بعدين. فأنت إنك لما تكون عم تكتب لحالك شخصية، أو أنت مثلا إجباري بهي الشخصية إنه في جزء أول كنت فيها لهي الشخصية، هذا الشيء متعب كثير. وحتى الأشخاص اللي هن معك بقلب المسلسل بصير عندهم ما عاد يطلعوا على شيء، بس إذا أنت عامل لحالك مشهد حلو بصير مسلسل إلك خلاص. حتى هن أصدقائي يعني شو الفكرة، بس إنه عندهم مشكلة بالحياة إنه ليش مثلا صار عدد المشاهد نفسها، بس لا أنت أكثر لك يا حبيبي، شو ما أكثر عدد المشاهد نفسها ليك وبالتفريغ طالع، بصير عندك مشكلة مع الأشخاص الثانيين، شو الفكرة مو معك أنت يعني. على كل من هذا العمل اللي قدم وجوه جديدة الحقيقة، وفعلا كان له حضور على الساحة الفنية، رح ننتقل لعمل ثاني كمان كان له حضوره برمضان اللي هو رجال العز، اللي كان ما قدم وجوه جديدة على قد ما قدم الحالة البيئية، البيئة الشامية اللي بنرجع لهي النقطة دائما بنشوف برمضان يجب أن يكون حاضر موضوع البيئة، سواء كانت دمشق، حلب أو غيرها. كيف قدرت تدخل بهذا المجال وتنقل هذا الواقع وتربطه، خلينا نقول تاريخيا، بفترة الاحتلال الفرنسي؟ هلا رجال العز هو ما له مربوط تاريخيا بأي شيء، هو مسلسل قائم على الخيال، ما له موثق ولا بس هو فترة إن كنا عم نحكي فترة فيها عن الاحتلال الفرنسي، بس نحن مستعيرين هذا المكان يعني مثل ما بيقولوا صار في فانتازيا شامية. نحن مستعيرين هذا الديكور وهذا اللبس وهذا الاحتلال اللي كان، بدنا نعمل منه حكاية، نعمل منه حتوتة. فهو حتوتة صرفة ما لها أي علاقة بالتوثيق التاريخي. رجال العز بدأت الفكرة انه في شيء قريب صاير هذا الحكي، يعني انه شخص بينظلم من اهل حارته، بينظلم اكثر من مرة، مرتين ثلاثة، لحتى يوصل لمرحلة انه بيهدد احد الاشخاص، فهذا الاشخاص في ايادي غدر بتقتله بنفس اليوم، فبينتهم هو فيه، بينحكم اعدام وبيهرب. هي قصة صايرة يعني، لكن انا عملت لها خطوط وابعاد يعني مشان اطلع عن القصة الرئيسية. رجال العز هو انا يعني انا في برجال العز نقطه دائما بقولها، اني انا ما رح اكتب ولا يعني ما كتبت لسه، اقول ما بصير اقول ما كتبت لانه لسه كل رصيدي 3 اعمال، بس ما رح اكتب شخصيه مثل نوري اللي انا اللي كاتبها بهذا المسلسل، لانه هي الشخصيه انا كنت بعشقها على الورق يعني، كنت لما اكتبها استمتع، لما اكتب لها شيء استمتع. في شخصيات ما بعرف اذا حدا مجرب بيكتب سيناريو، في شخصيات وانت عم تكتبها بتحس انه خلص هي صارت شقفه منك. طيب يعني إلى أي مدى فعلا، يعني كنا عم نحكي عن شخصية نوري وخاصة اللي تابعوا هذا المسلسل، بتحس هذا الشخص اللي بلا سلبيات؟ يعني هل هو فعلا أبداً موجود بالحياة؟ أبدا بلا سلبيات، هو كثير له سلبيات. إذا بتشوفي المسلسل هو كثير له سلبيات، ووصل لمرحلة إنه بنهاية العمل بيقعد حائر وين بده يروح يعتذر من العالم اللي غلط معه. هو بيغلط مع عبود اللي هو بطل المسلسل، بيغلط مع أم ياسين، وبيغلط مع أخته حتى بيقلعها من البيت، بيغلط. هو ماله بلا سلبيات وملاك على الإطلاق، لا هو شخصية، ما أنا هذا اللي حبيته فيه، هو شخصية فعلا معجونة من الحياة، اللي هو ممكن يبكي بلحظة، ممكن الزعيم هذا اللي نحن بنشوفه هذا بني آدم بالنهاية، ممكن يبكي بلحظة، ممكن يفرح، ممكن يضحك مثل الأولاد الصغار، ممكن يجي على باله أي شيء
ياكل رز بحليب، ياكل اي شيء. بني ادم لانه بالنهايه يعني بيخطر بباله مثل ما بيخطر ببالي وببالك وببال اي حدا ثاني. يمكن هذا فرق مهم استاذ صلاح، لانه عاده بيمثلوا لنا بطل المسلسل على انه هو خالق نظيف، تماما نظيف، ملاك خالي من اي شائبه، وهذا الشيء غلط. والشوائب. حتى انا برجال العز اذا بتشوف ما في ولا شخصيه ايجابيه لابعد الحدود، ما في ولا شخصيه سلبيه لابعد الحدود. كل بني ادم انا برايي هو عنده نزعه شر ممكن باي لحظه تطلع، ونزعه خير ممكن باي لحظه تطلع اذا كان شرير بالمطلق يعني، واذا كان خير بالمطلق عنده نزعه شر ممكن باي لحظه تطلع. بالنهايه نحن بني ادمين، البني ادم احيانا بيخرج عنه السيطره فبيتصرف اي شيء. فمثل ما قلت لك انه شخصيه نوري هي من امتع الشخصيات اللي انا كتبتها، وحبيتها كثير على الورق، وحبيتها كثير لما عمل الاستاذ رشيد عصاف. طبعا كنت استمتع وهو قاعد عم يشتغل عن جد يعني. انا رجال العز كان بالنسبه لي انه انا شفت علاء الدين كوكش اخرج لي مسلسل، اول مسلسل لي، ورشيد عساف اللي ومنى واصف عم تساوي مسلسل، ونادين خوري وكذا. هدول الاشخاص اللي يقول قصي خوري صديقي يعني، ما عم بحكي عنه لانه صديقي، بس هدول الاشخاص يعني فعلا كنت وانا صغير عم بكتب وظائفي عم بطلع عليهم على التلفزيون، كبرت وعملت مسلسل وهدول الناس عم يشتغلوا بمسلسلي، فكانت بالنسبه لي يعني باسمائهم الكبيره طبعا ومع حفظ الالقاب. تماما طبعا مع حفظ. انت بتقول باحد لقاءاتك انه المحطات هي اللي بتفرض انواع الاعمال اللي بدها تعرضها على شاشاتها، قديش هذا الامر بينطبق على الاعمال اللي حضرتك كتبتها ان كانت ايام الدراسه او كان عمل البيئه الشاميه؟ هلا شوف، رجال العز هو مسلسل مطلوب، والشامي دائما مطلوب بالمحطات. مسلسل غير متعب تسويقيا، والدليل انه انعرض على شيء 25 محطه برمضان، وبعد رمضان كمان انعرض على شيء 40 يعني. الشامي دائما مطلوب، ما بيعذب بالتسويق. لكن طبعا في احترام لشخص اللي هو عبد الله حمود وعبود الكردي، هذا اللي عمل مسلسل ايام الدراسه اللي هو مسلسل يعتمد على الشباب، ما في اي نجم. طبعا مغامره كبيره بالتسويق، حتى بالانتاج، حتى بكذا. هذا المسلسل ممكن ما المحطات ما تاخده مثلا، لانه هذا المسلسل بيقولوا لك انه اول ما بتروح على المحطه بيقول لك مين في معك نجوم انت، فلما بيطلعوا بيلاقوا طلال مارديني و الى اخره، هذول ما بنعرفهم نحن، شو الفكره. فهذا الزلمه غامر بمجموعه من الشباب، عملنا هذا المسلسل، فعلا عملنا اياه يعني. ولا هذا المسلسل جماهيريه الحمد لله، لا يعني ما بقدر اقول لك، ما بتتخيل يعني، مو بس بسوريا، بلبنان، بالجزائر، وبتونس، عامل شيء لا يوصف يعني. فبس يعني عم لك في نقطه تحترم لهذا الشخص، انه فعلا هو وهي الشركه انه هي فعلا قدرت انها تغامر بهدول مجموعه الشباب اللي ما في اي حدا قدر يعمل مشروع شبابي فعلا قائم على الشباب بحد ذاته. عندنا بسوريا هذا اول مسلسل اللي هو ايام الدراسه، اللي هو فعلا ممثلين خريجين جداد، وفي منهم مشتغلين لكن ما حدا معروف، ما حدا ممكن يبيع لك مسلسل. هو فعلا جابوا هدول الاشخاص واعطاهم بطولات مطلقه، وهو اول مسلسل فعلا قائم على الشباب بحد ذاته. هلا بتعتقد كمان لمرحله معينه الانتشار او التسويق للاعمال السوريه هي نتيجه تراكمات، او صار عندهم خبره المحطات بانه هذه الاعمال فعلا عم تكون مميزه، واصبحت اللهجه الشاميه او اللهجه السوريه بشكل عام مستحبه، يعني انه بيحبوا حتى الاقطار العربيه انه يسمعوها، وخاصه تعليقات الشباب اللي انت استخدمتها كثير بالمسلسل. هلا تماما هي صارت اللهجه الشاميه، صار اي حدا بتحكي معه من برات البلد بيحكي معك شامي، اذا بيعرفك انك سوريه فبيحكي معك سوري. بالتالي بس في شغله، في نقطه مهمه. هلا انا ما كثير بفهم بقصص التسويق يعني، انه مشان ما احكي شغلات اطلع ما، بس انا برايي هي فعلا المرحله بتفرض يعني. كان في مرحله اسمها فانتازيا شاميه، فانتازيا عفوا تاريخيه، هي اللي عملت هالليله وصارت العالم كلياتها تاخذ هي المسلسلات. بعدين طلعت موضه مسلسل لوحات، صارت كل العالم تشتغل لوحات وتبيع لوحات. هلا الشامي، هلا بكره بتروح الشامي بيطلع موضه جديده. فانا برايي هي الموضه، هي المرحله، هي شو بدك انت، شو هو المشاهد العربي شو عم يتطلب يعني. زائد انه المسلسلات السوريه هي فعلا متميزه، هي فعلا عم تكون متميزه على صعيد الاخراج والنص والممثلين اللي هن انا برايي هن تقريبا نخبه الممثلين العرب يعني. طبعا مع الاحترام لممثلين مصر باسمائهم الكبيره يعني، بس انا عم بحكي انه ممثلين مصر وممثلين سوريا هن نخبه الفنانين. جديدك استاذ صلاح، هذا سؤالنا الاخير، شو بننتظر منك ان شاء الله برمضان اللي باقي له ايام لحتى يكون على الابواب؟ هلا انا عم اصور لساتنا بايام الدراسه الجزء الثاني، لساتنا عم نصورهم مطولين بالتصوير، حنفوت ل 10 رمضان او 11 رمضان على ما اعتقد. وخلصت من يومين ثلاثه مع الاستاذ احمد ابراهيم احمد مسلسل زمن البرغوث. كان لي هيك مشاركه فيه ظريفه يعني، انا حبيتها.
دور صغير ما كتير كبير، يعني حوالي 70 مشهد بس، هيك دور من اللي بحبهم قلبك. مثل ما بيقولوا بالشامي كونه مسلسل شامي. والتجربة مع الأستاذ أحمد كتير حبيتها. وفي مسلسل اسمه خلصت مع صديقي يامن الحجلي، هو الإخراج، هو مسلسل سكتشات هيك بيحكي شوي عن الهموم هلا اللي عم تصير، عم يعاني منها كل الشعب السوري. ان شاء الله كل التوفيق يا استاذ طلال، وعن جد نحن بنأمل دائما ان نشوف جديدك على صعيد التأليف وعلى صعيد التمثيل ايضا، لك ولكل الشباب اللي هيك بيمتلكوا نفس الروح الجميله اللي موجوده عندك. سعدنا بصباحك. شكرا كثير لك. وسؤالنا كمان عن موضوع التأليف، هل في شيء جديد؟ يعني في افكار عم تدور؟ طبعا انا هلا عم خلصت خاتون، مسلسل اسمه خاتون كمان بيحكي عن البيئة الشامية، لكن هو شوي بعيد عن البيئة الشامية، هو هيك قصة رومانس حب بس بقلب هذا المكان اللي هو دمشق. وهلا عم بكتب مسلسل كتير جديد وكتير هيك بده يعمل بوف، يا بده يعمل بوف هيك على وشي، يا بده يعمل لي بوف بالحياة، لأنه هو فعلا كتير جديد. ان شاء الله يا رب هيك تكمل، وهذا المسلسل يلاقي ان شاء الله بالتوفيق، ويكون فعلا شو فكرته، انه فكرته عن جد كثير جديده، يلاقي الاستحسان مثل كل الاعمال اللي سويتها. بدنا نتشكر حضورك معنا طلال مارديني، يسعد صباحك. مشاهدينا بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا مع ضيفنا المميز استاذ طلال مارديني، بيكون هو هديه الختام لكل مشاهدينا عبر الشاشه الفضائيه السوريه. تحيه لكل من تابعنا عبر هذه الشاشه الوطنيه، وبنامل انه تلاقونا بكره الساعه 9 صباحا مع حلقه جديده مع كادر جديد مع مواضيع جديده. شكرا لحسن المتابعه. دائما مستمرين معكم مشاهدينا عبر صباح الخير، بتمنى نلقاكم دائما بخير، الى اللقاء.